بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. معاكم أميرة في قناة زي العسل. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. النهاردة قلنا هنعمل مع بعض طريقة عمل الزبادي بطريقة سهلة وبسيطة في البيت، وإن شاء الله تنال إعجابكم. زي ما انتم شايفينها زي ما انتوا شايفينها معانا كده، هيطلع متماسك معاكي وهيعجبك جدا. وما تقلقيش، عمايله سهلة جدا وبطرق بسيطة وبمكونات كمان بسيطة جدا. هتعملي أحلى زبادي في البيت، وإن شاء الله ما تشتريهوش من بره تاني. أنا طبعا بكيلو لبن واحد عملت الكمية اللي انتوا شايفينها دي و... ويا رب ينال إعجابكم. وبألف هنا وشفا. خليكم معانا، هنروح للمكونات. انا معايا كيلو لبن بغليه. انا عايزاه يوصل لمرحلة الغليان، وبرده مش معلية عليه النار، انا سايباه يغلي براحته. اول ما يغلي هعمل له حمام مية وادفيه وابرده. زي ما انتوا شايفين معانا كده انا ببرده. هو غلي وهسيبه يبرد. انا عايزاه دافي، مش عايزاه سخن، علشان لو كان سخن معاكي مش هيعمل معاكي الزبادي صح. انا سيبته يبرد وجبت معايا كوبايه زبادي هفضيها في الخلاط علشان يقدر يتقلب كويس. هحط كوبايه الزبادي في الخلاط زي ما انتوا شايفينها معانا كده. واللبن معايا برد وبقى دافي. هاخد الوش بتاعه، هضيفه على كوبايه الزبادي، وهنزل على اللبن بكوبايه زبادي بكوبايه لبن واحده. هاخد كده من اللبن اللي برد ده كوباية لبن، هضيفها على الزبادي علشان اشغل بيها الخلاط في الاول. هروح بقى اشغل الخلاط كده يعني في الاول. ايوه كده انا عملت كوباية الزبادي مع كوباية اللبن. هبتدي بقى اضيف عليها اللبن كله. هنزل ببقية اللبن على الزبادي في الخلاط، وهشغل عليه الخلاط، واجي بقى هيعمل فوم كده ووش الوش. هيبقى معاكي شكله جميل جدا. انا ضربتهم في الخلاط وهبتدي بقى اصبهم احطهم في البولات. هبتدي نملى البولات كده مع بعض بولة بولة. هو عمل معايا بالظبط الكيلو اللبن عمل معايا 9 بولات او 7 بولات. هنبتدي نصبها في البولات او نحطها في البولات. زي ما انتوا شايفين معانا هو طلع الكيلو اللبن عملت بيه الكمية اللي انتوا شايفينها معانا دي. وهنبتدي نعمل لها حمام مية دافي، وهنحطها كمان في مكان دافي. لو عندك المطبخ دافي خلاص ممكن تسيبيهم في المطبخ زي ما هم في متغطيين وخلاص، زي ما انتوا هتشوفوا معايا كده. بس انا هعمل لهم زي ما انتوا شايفين. جبت صينية وحطيت فيها مية دافية، وحطيت فيها الزبادي علشان يجمد ويبقى متماسك معانا. وهعمل له زي ما انتوا معانا حمام ميه دافي، واسيبه يجمد في مكان دافي. لو متاح ان انت تولعي الفرن وتحطيه في الفرن بعد ما تسخني الفرن كويس، تدخلي فيه الصواني وتسيبيه في الفرن كده تمام، برضو هيبقى معاكي كويس. انا دلوقتي هحط له كمان ميه دافيه زي ما انتوا شايفين معانا كده. زي ما انتوا شايفين معانا انا بحط له الميه ده. برضو ايه، انا هغطي عليه واسيبه في المطبخ عندي، لاني ايه انا كنت مولعه الفرن وكده، فالمطبخ عندي دافي. ممكن تولعوا البوتاجاز او الفرن يسخن، وبعد كده تطفيه وتروحي حاطه فيه الزبادي، برضو ده مكان دافي علشان يساعد على عمليه التخمير بتاعه الزبادي ويطلع معاكي بطريقه صح. لو وصلت معايا للمرحلة دي ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك وشير علشان يوصل لكم كل جديد. زي ما انتوا شايفين كده انا هبتدي بقى برضو اغطيها،
واسيبهم متغطيين، وهركنهم في المطبخ لغاية ما يبقوا معايا زي ما انتوا شايفين بقى. هتشوفوا الصورة الأخيرة والنتيجة، هيطلع معاكم بالشكل ده متماسك وشكله روعة، وما تقلقيش منه خالص. طبعا ده انا بعد ما هو جمد معايا وبقى متماسك، انا سبته في التلاجة ساعتين 3 كده، وبعد كده حبيت بقى اقدمه معاكم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. يا رب ينال اعجابكم، وبألف هنا وشفا، وكل سنة وانتوا طيبين، ورمضان كريم، يعود عليكم الأيام بخير يا رب. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد. بألف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.